في حاجة بسيطة جدا بديهية جدا، الناس دلوقتي بتعملها عشرات المرات في اليوم من غير أي استغراب، بينما هي كانت في منتصف القرن ال19 مصيبة جدا لو حد اتكلم فيها أو بس ذكرها، وكان ممكن يتعرض اللي يتكلم فيها لاتهامات خطيرة جدا تدمر مستقبله. إيه يا ترى الحاجة دي؟ وإزاي تطورت الأمور إن هي دلوقتي بقت حاجة بديهية جدا عادية جدا بعد ما كانت مصيبة جدا؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. في مستشفى في فيينا سنة 1846، المستشفى دي كان فيها قسمين للولادة. والله ألف مبروك. لا بس اصبر، كان قسمين الولادة دول مختلفين جدا عن بعض. كان في قسم الأولاني كان فيه نسبة الوفيات في الأمهات عالية جدا جدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. والقسم التاني كانت نسبة الوفيات في الأمهات منخفضة جدا مقارنة بالقسم الأولاني. الله، طب إيه الفرق ده؟ السؤال ده سأله دكتور كان موجود في المستشفى، كان اسمه سيميلياس. انتبه للمفارقة العجيبة دي وابتدى يدور وراها. أول حاجة ابتدى يقول مين اللي بيقوم بعملية الولادة في القسم الأولاني؟ وجد إن هم أطباء. الله، طب ما حاجة زي الفل وأمان أهي. طب مين يا ترى اللي بيقوم على التوليد في القسم التاني؟ هم القابلات. يعني إيه القابلات؟ يعني بالمصري كده الدايات. طب أنت قلت لي مين اللي وفياته أعلى؟ القسم الأولاني. يا خبر، اللي مشرف عليه الأطباء. دي الحقيقة. طب يلا بينا ندور بقى على الأسباب. تيتس ميليوس يقول لنفسه الكلام دوا. يا ترى الأطباء بيعملوا إيه قبل ما يبتدوا يولدوا النساء؟ وجد إن هما كانوا بيشتغلوا في قسم التشريح للجثث. إيه ده؟ يعني كانوا بيشتغلوا في أجسام ميتين؟ بالفعل. وكانوا بيخلصوا شغلهم في القسم ده وهوب جري على قسم التوليد. وهنا ابتدت نقطة مهمة جدا تنور في دماغ سيميليوس. إذا هي دي الحلقة المفقودة، فكرة انتقالهم من قسم الجثث لقسم التوليد. انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ والله احنا كنا بنروح نشرح الجثث وهوب جري نروح نولد النساء. الله، ايه ده من غير ما تغسلوا ايديكم؟ نعم، نغسل ايه؟ نغسل ايدينا؟ انت بتتكلم بتقول ايه؟ ايوه، انتوا لازم تغسلوا ايديكم. دي حاجة خطيرة جدا ان انتوا تروحوا من ميتين وتروحوا تولدوا الحيين. ازاي تعملوا حاجة زي كده؟ انت ازاي تتجرأ تقول كده؟ هاجموه جدا وابتدوا يشخطوا فيه جامد ويزعقوا له. انت ازاي تقول لنا ان احنا نغسل ايدينا؟ ده احنا دكاتره، ده احنا انضف من الفله الشمعة المنوره. هو احنا ايه؟ انت شايفنا ايه، جزارين؟ لا طبعا الكلام ده مش مظبوط. يا جماعه صدقوني اكيد في اجسام صغيره بتتنقل من اجسام الموتى، انتوا بتنقلوها لاجسام النساء وهي في وضعها الحساس الدقيق الضعيف ده. ابدا، انت اوعى تتجرأ تقول كده تاني. ده احنا دكاتره، كلامك ده بيهين كرامه الطب. يعني ايه نغسل ايدينا؟ قال اهو ده اللي كان ناقص. وابتدوا يهاجموه بشكل كبير جدا بدل ما ياخدوا كلامه موضوع الجد أو حتى يجربوه. طب هم كانوا هيخسروا إيه؟ بالعكس، ده كان لو جربوا كلامه كان هينقذوا آلاف الأرواح. لكن أخدتهم العزة بالاسم وأخدهم الكبر، وكأنه كان بيقودهم من حبل من رقبتهم. ودايما الكبر الفارغ بيؤدي لخسارات عظيمة جدا. سيميليوس ما كانش يملك من أمره شيء غير القسم اللي هو كان مشرف عليه. ابتدى يطبق فيه نظريته بتاعت غسيل الإيدين دي، ووجد إن نسبة الوفيات انخفضت بنسبة 90% نتيجة اتباعه لنظرية غسيل الإيدين. طب هل يا ترى الدكاترة اللي كانوا بينتقدوه قبل كده لما شافوا النتائج الرائعة دي رجعوا عن كبرهم؟ أبدا، فضلوا متمسكين بوجهة نظرهم الغلط وابتدوا إن هم يهاجموه أكتر وأكتر لغاية لما تسببوا إن هو اترفد من المستشفى. وجه مكانه دكتور جديد كان من ضمن المهاجمين له، وابتدى يلغي نظرية غسيل الإيدين دي. فكانت النتيجة إيه؟ إن ارتفعت نسبة الوفيات مرة تانية في القسم لنسبة مهولة جدا. طب هل يا ترى ارتدع؟ قال إن الله حق، رجع عن كبريائه الفارغ ده؟ أبدا، فضل متمسك بيه. مش بقولك إن الكبرياء الفارغ ده هو أساس المصايب في كل الدنيا؟
طب سيميليوس ليه سكت على رفضه ده على الرغم إن هو بيتكلم كلام مظبوط؟ إن هو للأسف كان الطب في الوقت ده ما اتطورش بشكل كافي اللي يقدر يخليه يبقى معاه أدلة يثبت إن في ميكروبات بتتنقل بواسطة إيدين الدكاترة بتروح في أجسام تانية عن طريق اللمس. فحس سيميليوس ساعتها بالاضطهاد، وابتدى ده يأثر على نفسيته جامد جدا لدرجة إن هو اتهموه بالجنون ودخلوه مستشفى للأمراض العقلية. فضل فيها للأسف لحد ما مات. بعد سنين طويلة وبعد تطور العلم جه دكتور تاني كان اسمه لويس باستان. الدكتور ده قدر إن هو يكتشف نظرية الجراثيم، وأثبت فعلا إن الميكروبات إن هي ممكن تنتقل من إنسان للآخر عن طريق اللمس. ومن هنا تحول فكرة غسيل الإيدين مش مجرد كلام مرسل أيام سيميليوس، لكنه تحول إلى قانون طبي عالمي، واللي اتقال عليه زمان إن هو شخص مجنون أصبح أبو مكافحة العدوى. واللي أساءوا ليه واتهموه بالجنون أسمائهم دلوقتي ما بتذكرش نهائيا إلا في صفحات الجهل والكبرياء المدمر، أما اسمه هو بقى بيتكتب على مداخل كليات الطب. اللي قاله زمان سيميليوس من ضرورة غسل الإيدين قبل عمليات الولادة أو فتح أي جرح، وقالوا عليه زمان إن هو غلط، هو في الحقيقة كان أكبر صح.